يا مساء الحلويات على أحلى صحاب وأخوات، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وحشتوني كتير من آخر فيديو نزلته معاكم. النهاردة بقى يا حلوين جاية لكم بفيديو كده فيه تشجيعات حلوة. تنظيفة سريعة، مش تنظيفة عميقة ولا حاجة، بس تنظيفة سريعة يعني اللي هو التنظيف اليومي دي روتين يومي أو ده روتين يومي. زي ما انتوا شفتوا معايا بقى كده فيديو سريع، مش هطول عليكم في الفيديو، بس فيه حاجات حلوة، فيه تفاصيل حلوة هنتكلم فيها. هقولك تسهلي على نفسك ازاي، تسهلي يومك ازاي، ازاي تتشجعي، ازاي تبدأي يومك كده، تسمي الله وتصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هقولك حاجات سهلة هتسهل عليكي حاجات كتير في يومك، تخليكي تتشجعي وتتنشطي ودايما تكوني نشيطة وبيتك نضيف. اول حاجه بقى، لو اول مره تشوفيني، انا دنيا يوميات دودو. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. اول حاجه بقى يا حلوين، انا شلت هنا، ده المكان اللي احنا بنقعد فيه. شلت المربوعه خالص. انا كنت ممكن اوقفها عادي واشيل السجاده، ويعني انفضها واكنس تحتها واسيق، بس انا قلت لا، هي كده كده خفيفه. هو بس الاجزاء اللي هي جزء خشب وجزء سفنج. فالاسفنج سهل والخشب برضو سهل، لان هما قطعه بقطعتها. فقلت لا اشيل، علشان خاطر حابه ان انا ادعك الارض، بما ان مش هعمل حاجه غير هنا الصالة او الريسبشن، وهعمل الجزء بتاع المطبخ بالحمام بس. فقلت لا خلاص، يبقى تنظيفة سهلة. اول حاجة، دي ممكن تكون تنظيفة مش على الوش. التنظيفة اللي من على الوش ان هو تكنسي بس كده وتروحي جاية شايلة اي حاجة او عادلة اي حاجة مش مكانها، وشكرا على كده، وترشي معطر، ده حلو. بس من بعض الوقت للتاني بتبقي محتاجة تشمي ريحة النظافة في بيتك، مش اللي هو كمعطر وخلاص بنرشه في الجو، لا. بتبقي محتاجة باور، محتاجة حماس، محتاجة ان انتي تتنشطي، بتبقي قاعدة. بصوا احنا كلنا ساعات بتيجي عليك وقت بتبقى عاوزه تقومي تعملي روتين، بس مش عارفه تبداي بايه او تعملي ايه، فبتمسافه ما بتقعدي تفكري وانت قاعده، فبيجيلك احباط فما تعمليش حاجه خالص. لا، انت خلاص نويتي، اغسلي وشك. إيه لو هتفطري، هتفطري الاولاد، هتشغلي شويه قران، هتروحي جايه بعد كده تحسي بنشاط تقومي تعملي اي حاجه. عارفه انا ساعات والله بكنس، بس اجي اكنس السجاده، اقول هروق تروقه من على الوش، الاقي نفسي لا، ما كنستش السجاده. ف يعني كنسل سجادة بيخليني اروح جاية شايلاها، حاجة بتجيب حاجة. انتي بس اول حاجة معاكي، اول ما بتتنشطي وجسمك بيبدأ يتنشط بتبقي مش عايزة تعملي حاجة. لو في نيتك هتعملي جزء واحد بس في البيت، فانتي بتعملي كل حاجة. اول حاجة هنا انا شديت الترابيزة، كان ممكن ان انا امسحها عادي، احنا بنمسحها، بس الترابيزة على طول بتبقى محتاجة يعني، علشان هي يعني لونها اسود وغامقة، فبتلم التراب بسرعة، بيبان فيها. يعني النهاردة انا غسلتها ومسحتها وسبتها خلاص تنشف. آه خلاص ممكن تاني يوم تلاقيها مطربة، فمحتاجة ان هي تتمسح على طول زي الشاشة وزي الحاجات اللي هي غامقة. لكن لو هي فاتحة وبيضة مش هتبان فيها قوي، فاحنا على طول بنمسحها. بس من وقت للتاني باخدها كده وانا بعمل روتين الدعكة الحلوة دي، واروح جاية هي كمان دعكاها بالمكنسة. انتي ممكن ما تدعكيش بالمكنسة، ممكن تدعكي بالسبونشة بتاعتك، بس المكنسة بتسهل عليا حاجات كتير. هي مش محتاجة دعكة اصلا، هي بس حبيت ان انا امشي عليها الرغاوي دي، لان انا حاطة يعني معطرات، و يعني حاطة معطر ومنعم أقمشة، فهي مش هتأثر عليها ولا أي حاجة، هتخلي ريحتها حلوة. لما اكب عليها ميه كمان احسن من ان انا امسحها والمعها. تمام كده. هنا بقى رحت جايه ماسكه الارض ودعكاها حلو قوي. عايزه اقول لكم ان انا هنا حاطه جنرال، حاطه دوني، حاطه كمان بريكس بيدي ريحه حلوه قوي. بصي اي حاجه حطيها في الميه هتدي ريحه حلوه. وحاطه كمان غطا كلور عشان يعقم. يعني تخيلوا بقى انتوا ميكس، حاطه ميكس، تخيلوا الريحه كانت عامله ازاي. البنات اللي بتسألني بتقولي الرغاوي وبتعمليها ازاي، هو اصلا جنرال لوحده بيعمل رغاوي. يعني لما تحطي الجنرال بتمسحيه بالموب، فبتبقي محتاجة تفضلي تسيقي كتير عشان خاطر الموب بيسيب بيرغي، بيسيب اثر. حتى لو مسح الارض لا، بتحس ان هو بيعمل طبقة كده عازلة، مش بيدي لمعة، بس هو بيدي يعني نعومة في الارض، وغير كده وكده بيدي ريحة حلوة قوي. فلو جنرال بتحطيه في الموب مش هينفع، حطي غطا صغير جدا وهتبقي يعني لوحده مش هينفع، ممكن تحطي معاه دوني.
تمام، أنا هنا باستخدم أي حاجة عندي يا بنات، مش مقيدة نفسي بحاجة معينة، أي معطر عندي باستخدمه، لو ما عنديش خالص معطرات ولسه ما جبتش فبحط كلور يعني كتعقيم، كلور، ديتول، اي حاجه عندك. بس انا حبيت ان انا قلت كنت قاعده كسلانه وقلت لا انا اقوم كده اتنشط واتشجع معاكم واصور فيديو كده روتين، اشيل المكان ده لان ده على طول متبهدل، الاطفال على طول قعدتهم فيه فهم على طول بيبهدلوه، وبياكلوا بقى حاجه بتبقى واقعه بيفتفتوا يعني ما بين السجاده وما بين الارض وكده، فبيبقى فيه نمل في حاجه، فبقول لا، فاللي يخليني اكنس وهعدل الدنيا فلا اشيل خالص واسيء، احس براحه نفسيه، احس بنظافه. هنا بقى الجزء بتاع الحوض، انا كنت بغسل الحوض، بصوا بقول لكم كل حاجه بتيجي لوحدها والله، طالما معاكي رغاوي فتحسي ان انت عاوزه تملي الشقه كلها رغاوي. عايزه اقول لكم ان الرغاوي دي بتغسلني من جوه، انا لما بشوف فيديو روتين فيه كده الرغاوي الحلوه دي بحس والله كاني شم ريحه النظافه، بقوم لو انا ورايا حاجه اتشجع واعملها. حتى لو بلاقي مثلا بقلب بالصدفه واتفرج على شورتس، الاقي فيديو غسيل المواعين، والله بقوم اتشجع واغسلها، بحس كده بتنشيطه كده، فاهمين انتوا قصدي ايه؟ اكيد انتوا فاهمين قصدي ايه. بصوا الارض لمعت لان انا كمان دعكتها بالمنظفات دي، ودعكت انا كان ممكن اعمل الحيطه، بصوا زي ما بقول لكم كده، كان ممكن اعمل الحيطه بالمكنسه او بالمقشه دي يعني، فاهمين قصدي؟ بس قلت لا، بما ان معايا السلكه في ايدي وغاسله بيها الحوض فخلاص ادعك بيها الجزء ده، لان الجزء ده، بص هو الصفار اللي كان تحت ده في الاول اللي هو تحت البتاع اللي احنا بنحط عليها الصابون، ده اصلا مش صفار مش حاجه، ده جبس اللي هو بيعملوا بيه السيراميك، هو كتله مش عارفه افكها مش عارفه اعملها، فهي زي ما هي كده، بس لكن ده مش صفار ولا اي حاجه. هنا بقى طبعا انا كنت سبت الارض هنا تنشف بعد ما سيقتها، سبتها تنشف براحتها وشغلت عليها المروحه ورحت جايه رصه هنا ايه المربوعه. اول حاجه بقى المفروض ما كنتش عملت كده، المفروض كنت فرشت السجاده الاول علشان خاطر اخليها متوسطه، لان السجاده عندي 2 في 3 فالصاله اكبر، الصاله اكبر مش عارفه 3 في 4، 3 ونص في 4، او 3 ونص في 5، مش فاكره بصراحه، بس انا معرفش في المقاسات، انا مش شغاله في المساحه. بص اي حاجه فيها ارقام انا فاشله فيها، ما بحبش اقعد اشغل دماغي واقعد احسب واشوف واقيس، لا، كده على طول. بصوا هنا بقى، دي القطعة الخشب اللي انا بقول لكم عليها، بصوا المربوعة الاول كانت على الوش اللي هو اللي كله مشجر، فانا خليتها هنا على السادة، والظهر طبعا زي ما انتم شايفين مش بيتقلب يعني مش بيتغير. حلو قوي، لما بعمل الحركة دي بتديني تغيير، بتديني راحة، بحس ان انا فعلا عملت روتين، روتين، مش ان هو مسافة يا بنات ما شلت السجادة او كنستها وخلاص من على الوش وظبطت ونفضت، لا، مهما كان في الاجزاء في الجزء اللي هو بتاع اللي ما بين القطع دي بتلاقي فتافيت، بتلاقي حاجة واقعة كده، اما بتكنسي وبتشيلي بتحسي بنظافة، بتحسي ان انت فعلا نضفتي تنظيفة حلوة، بتحسي بريحة المعطرات وبريحة المعقم، ان انتي لو يعني عقمتي الارضية، فاهمة قصدي؟ فدايما لو انتي كسلانة حاولي تقسمي شغل البيت على كذا يوم، يعني مثلا ما تعمليش اليوم كله في البيت كله في يوم واحد وتتعبي وتعملي مجهود كبير، وتحسي ان هو طالما في اطفال كده كده ترويق البيت مش بيخلص، بتشيلي غسيل وبتلمي غسيل وبتطبقي غسيل وبتنشري غسيل كده، يعني انا بقولك كالمعتاد، فانت لازم تخففي على نفسك، لان اصلا لو ما خففتيش على نفسك محدش هيخفف عنك يا حبيبتي، دي اول حاجة. لا بجد والله يا بنات زي ما بقول لكم كده، يعني واحده واحده كده، يعني انا مثلا النهارده عملت الجزء ده، فشلت كل حاجه ونضفت وكمان مسحت النيش من الازاز من بره، بس الجزء ده معرفش ما متصورش ولا يعني ما اتحطش ليه في المونتاج، فنضفت كل حاجه، وساعات كمان يا بنات بغسل الحيطان يعني، بدعك الحيطان كده بالمكنسه، الجزء اللي بيبقى فيهم الاطفال مبصمه عليهم بتبقى باينه، فبروح جايه دعكاها كده بالمكنسه، بالرغاوي، وبعد كده بروح جايه شطفها بالميه وبسحب الميه دي على جوه، يعني بقول تنظيفه بتنظيفه، فاهمين قصدي؟ فهنا انا خلصت الجزء ده،
بكرة ادخل على الأوضة التانية، اشوف بقى الأوضة بالدولاب، ادعك الأرضية، انضف مثلا الحيطان، امسح الحيطان، امسح الخشب كده. فانت دايما قسمي على نفسك، قسمي على نفسك شغل البيت، متخلوش كله في وقت واحد. وكمان هتعملي الحاجة بأريحية، يعني هتعمليها هتحسي ان انت ما ضيعتيش طاقتك وما ضيعتيش مجهودك، لان طبعا بعد كل يوم بيبقى فيه مطبخ، بيبقى فيه مواعين مش بتخلص، وكمان بيبقى فيه مطبخ بتعملي اكل، بيبقى فيه مواعين اثناء اصلا عمايل الاكل وبعد عمايل الاكل وبعد ما بتخلصي العشاء بتغسلي المواعين. فهمتوا يا بنات انا قصدي ايه؟ فانت دايما سهلي على نفسك الوقت، لان دي مملكتك. وما ينفعش برضو ان انت تيجي ترهقي نفسك يوم كامل وبعد كده تسيبي البيت تقولي ما انا لسه منضفاه امبارح. لا، دايما ايدك تكون في بيتك، دايما ايدك تكون في عفشك، يعني البيت عندك يبقى هادي ومنظم. حتى لو في اطفال، وانا عارفه ان هم مهلكين وعلى طول بيفركوا وكده، بس بقدر الامكان لما تعملي الحاجه على طول فهتحسي، لا هتحسي بحاجة تانية. انا هنا حسيت ان انا لا، قلت خلاص انا هعمل الصالة وهعمل الجزء بتاع الحمام وخلاص، مش هعمل حاجة. فانا هعدل بس الأوضة كعدلة معاكم، فاهمين قصدي؟ يعني انا عدلت كده الملاية، عدلت، كنست الأوضة، ورحت جاية برضو بشوية المعطر اللي كانوا معايا، كان باقي حبة، رحت جايه حطاهم عاملاهم في الارض وشديت الارض ومسحتها وشكرا على كده، ولا لمعت ولا عملت حاجه. ليه بقى؟ لان الاوضه انا لسه كنت عاملاها معاكم في فيديو، يعني ما كملتش 3 ايام او 4 ان انا مسحه الخشب وعامله. فهو بعد كده هتعملي ايه؟ تعملي روتين عادي. يعني مثلا الاوضه انا عملتها في يوم قبل كده معاكم، وغسلت الحيطان، وغسلت كمان مسحت الخشب، وغسلت الباب بتاع الاوضه. فخلاص انا عقمتها ونضفتها والدولاب عندي مظبوط والدنيا زي الفل، ومفيش عندي حاجه على الحبل ولا حاجه عاوزه تتطبق ولا تتحط في الدواليب خلاص. فاهمه قصدي؟ فانت دايما قسمي وقتك، قسمي يومك. انا النهارده مثلا هعمل كده. انا عارفه ان هي ساعات ما بتظبطش وساعات مش بتيجي معاكي، وساعات لما بتقوم تتنشطي تبقي عاوزه تخلصي البيت كله. لو قدرتي تعملي كده اعملي كده، بس انا بقولك ما تجيش على نفسك، لان بيبقى تاني يوم بيبقى ما عندكش طاقه. فاهماني؟ فكل يوم حاولي تعملي حاجة. يعني انتي خلصتي مثلا هنا هتخشي تظبطي السراير، هتمسحي وخلاص، هتعملي بالموب، هتسيقي بالموب. انا هنا كمان اللي كان مسهل عليا ان انا احط مية واسحبها كده بالمساحة، ان انا كنت شايله الحافظات بتاعه الارض. يعني انا ما كنتش فرشه سجاد، ما كنتش فرشه حافظه، فده بيسهل عليا ان انا لو انا مثلا بسيق جزء فخلاص. وهنا كمان انا ما عملتش بالموب لان انا كنت بستخدم المكنسه، يعني كنت بستخدم المكنسه في الارض عشان خاطر اعمل رغاوي، فحسيتها احسن. الموب يا بنات هي كمعطر، اللي هي حاجه استخدام يومي، انت بتستخدميها يومي، بس انا مش كل يوم هتفضلي تسيقي وتكبي في ميه. انا بس ببقى كل شويه نفسي اعمل كده، بس للاسف عشان خاطر المكان عندي مش واسع و... ومحكومه بالعفش، ومحكومه تحت السراير ما ينزلش فيها ميه، انت فاهمين قصدي؟ فبقدر الامكان بحاول اعمل الحاجه اللي تشجعني والحاجه اللي انا بحبها بس، وبحافظ على الجزء التاني. هنا بقى زي ما انتم شايفين ده ترويق عادي، ده روتين عادي جدا، اللي هو الروتين كل يوم. يعني كل يوم اصحي اعملي الروتين ده، سهل جدا. كل يوم اعملي حاجة، هتلاقي بعد كده مفيش اي حاجة عندك غير اللي هو الروتين العادي اليومي. لو كل اسبوع مسكتي اوضة نظفتيها كويس قوي، مش هيبقى عندك اصلا اي حاجة متراكمة. فاهمين قصدي؟ هنا بقى كده انا عدلت السراير، مغيرتش مفارش، مغيرتش اي حاجة. الارض كمان فرشت الحافظات، ما كنتش هفرشها بس قلت لا خلاص افرشها بقى بما ان انا سيئت الارض. وكمان الصالة خلصتها. وبكده الروتين بتاعي يكون خلص. اشوفكم في فيديو جديد وفي روتين جديد، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واكون فدتكم او شجعتكم، واسيبكم بقى في امان الله.